الشق الثاني كان من السؤال هو لو حضرتك تكلمنا عن السلبيات اللي نتجت عن عدم تضمين ماده خاصه بالنيابه الاداريه في دستور 71. هذا خطأ ذريع وقع فيه للاسف مشرع الدستوري في عام 71 رغم ان مضامن واعمال لجنه نظام الحكم في دستور 71 اشارت الى انه كان هناك اتجاها لذكر النيابه الاداريه والنص عليها في الدستور، لكن للاسف لم يحدث هذا. نتيجه ده المباشره التي ترتبت على هذا انه غابت الحمايه الدستوريه عن النيابه الاداريه. حضرتك عارفه ان اي جهه واي جهاز بينص عليه في الدستور وبتحدد اختصاصاته في الدستور بتتوفر آلية لحماية هذه الاختصاصات من خلال رقابة المحكمة الدستورية العليا. فإذا ما قام المشرع العادي في البرلمان أو السلطة التنفيذية سواء بإصدار قوانين أو لوائح تتعدى على اختصاصات الجهة المصانة في الدستور، هنا تتدخل المحكمة الدستورية العليا وتقضي بعدم دستورية القوانين واللوائح المخالفة وتعيد جهة الإدارة وتعيد السلطة التشريعية إلى حدود المشروعية العادية. هذه الآلية فقدت بالنسبة للنيابة الإدارية. عدم النص عليها في دستور 71 أدى إلى أنها أصبحت بدون غطاء دستوري، بدون حماية دستورية، فتغولت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في العهد السابق على اختصاصات النيابة الإدارية، إلى حد أن النيابة الإدارية كانت تباشر التحقيق في إحدى المرات مع أحد رؤساء الجامعات الحكومية، وأثناء مباشرة التحقيق قامت الحكومة بتعديل القانون وبإسناد الاختصاص بالتحقيق مع رؤساء الجامعات إلى لجنة معينة تقوم بتشكيلها. هذا مثال إلى أي مدى إذا ما وصل التحقيق إلى حد مساءلة أحد القيادات الإدارية وبدون حماية دستورية يستطيع الوزير أو المسؤول الذي يعني هو نافذ في السلطة التنفيذية أن يستعمل سلطانه ونفوذه لتعديلات تشريعية تسلب ولاية النيابة الإدارية. فسلبت ولايتها حضرتك على مدار ال 30 وال 40 عاما الماضية إلى حد أن الجهات التي أصبحت خارج ولاية النيابة الإدارية أكثر من الجهات التي تدخل في ولاية النيابة الإدارية. هذا وضع شاذ وغير مقبول. النيابة الإدارية ثاني أكبر هيئة قضائية في مصر من حيث عدد الأعضاء. النيابة الإدارية فيها 4800 عضو هيئة قضائية، يعني منهم عدد كبير يعني من حملة الدكتوراه ومن حملة الماجستير في القانون وجميعهم من أوائل كليات الحقوق. فبات من المنطقي أن يتم الاستفادة من هذه الثروة البشرية الضخمة. ثاني أكبر هيئة قضائية من حيث عدد الأعضاء 4800 عضو، وتخرج عن ولايتها عشرات الجهات والهيئات، ويضطر وكيل النيابة كلما وردت إليه شكوى من مواطن أو من موظف أنه تعرض لظلم في جهة ما أو أن هناك فساد في جهة أخرى أنه يبحث ما إذا كانت هذه الجهة في ولايته أم أنها ليست في ولايته، وكأن هذه الجهة خارج مصر، وكأن العاملين بها ليسوا موظفين عموميين، وكأن أموالها ليست أموالا عامة. نريد أن نقضي على كل هذه التشوهات. نريد أن نقول طالما أن الجهة جهة حكومية، وطالما أن المال مال عام، وطالما أن العاملين موظفين عموميين في الحكومة المصرية وفي الدولة المصرية، فلا بد أن يخضعوا حتما لولاية الهيئة القضائية المصرية المختصة والمكلفة وحدها دون سواها بمكافحة هذا الفساد وهذا الخلل الوظيفي، وهي النيابة الإدارية. فمن غير المنطقة على الإطلاق ولا يقبل ولا يتصور أن تستمر هذه السلبيات، أن تبقى في جهة عاملة لنفسها لائحة طلع بقرار إداري تخرج عن ولاية النيابة الإدارية، أو أن النيابة لا تستطيع أن تحقق مع المتهم بها. هذا أمر غير مقبول ولا يتصور ولا أتصور على الإطلاق أن يستمر. وبالتالي الشعب بأكمله ينتظر من الجمعية التأسيسية أن تنهض بتحقيق مطلبه العادل في وجود انضباط حقيقي في مرافق عامة مفروض أن تقوم على خدمته، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالنص على النيابة الإدارية وبتدعيمها وبإعطائها وتمكينها من كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها. نعم. سيادة المستشار، حضرتك تحدثت أيضا عن التعرض للمخصصات المالية للنيابة الإدارية في عهد النظام السابق، كيف كان يحدث ذلك؟ لا، هو لا يوجد تعدي على المخصصات. خصائص مالية تقصدي ايه؟ يعني لا، هو تعدي على الاختصاصات، على اختصاصات النيابة، اختصاصات النيابة بالتحقيق في الجرائم والمخالفات المالية. الاختصاص الإداري فقط، الاختصاص القضائي، الاختصاص الولائي، يعني الجهات التي تقوم بتحقيقها. يعني حضرتك النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية الوحيدة القوامة على المال العام، على التحقيق في الجرائم والمخالفات المالية.
فكان من المفترض طالما ان هذه الجهه اموالها اموال عامه ان النيابه الاداريه تستطيع ان تباشر التحقيق في الجرائم والمخالفات الماليه التي تقع بها. لكن للاسف النظام السابق بقى اخرج العديد من الجهات التي اموالها اموال عامه من ولايه النيابه، رغم ان اموالها اموال عامه، وهذا امر يؤدي الى انتقاص الحمايه القانونيه للمال العام. يعني طالما وجد مال عام فلا بد ان تباشر النيابه ولايتها ودورها في حمايه هذا المال العام. بدون ولايه وحمايه النيابه الاداريه تكون الحمايه القانونيه والقضائيه منتقصه. يعني حضرتك انا لا استطيع ان احمي المال العام بنصوص القانون، وده امر في غايه الاهميه. النصوص القانونيه في حد ذاتها لا تكفي، انما لابد من الحمايه القضائيه للنصوص القانونيه. يعني المشرع ينص على ان المال العام مصون ولا يجوز التعدي عليه، لا يجوز الاستيلاء عليه، لا يجوز اختلاسه. هذا التقسيم، هذه النصوص لا يمكن أن تفعل ولا تجد سبيلا لتحقيق الغرض من صياغتها ومن إدراجها في التشريع إلا إذا وجدت الحماية القضائية. الحماية القضائية التي تكفل نزاهة التطبيق، تكفل مساءلة كل من يتعدى على المال العام. وبالتالي هذا الدور منوط ومعهود بالنيابة الإدارية، هي الجهة الوحيدة المختصة بالتحقيق في المخالفات المالية التي تقع في وزارات الحكومة وفي الهيئات العامة وبالمرافق المختلفة على اختلاف أنواعها. لكن للأسف الشديد بسبب غياب النص الدستوري حدث تعدي وسلب لاختصاصات النيابة الإدارية، فوجدنا جهات تصيغ وتصدر لوائح بقرارات إدارية تلغي فيها اختصاص الهيئة القضائية، تلغي فيها اختصاص النيابة الإدارية. بس سيادة المستشار يعني مش تقليل من أهمية تضمين المادة في الدستور، لكن دستور 71 كان يعني نظريا دستور جيد إلى حد كبير، حتى إنه في بعض مواد يعني متحررة جدا وراقية جدا، ومع ذلك لم تكن هذه المواد تحترم. فهل بالفعل يعني تضمين مادة في الدستور خاصة بالنيابة الإدارية ضمانة حقيقية لدورها ولأهميتها؟ يعني مثلا بذكر على سبيل المثال في دستور 71 المواد المتعلقة بالحريات، حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، مواد أعتقد 40 41، وهي مواد لم تكن تحترم على أرض الواقع بالرغم من وجودها في دستور 71. هو سؤال حضرتك سؤال جيد جدا، بس هذا السؤال الحقيقة يقودنا إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن المحكمة الدستورية العليا قامت بدور هام وخطير في حياة الشعب المصري. المحكمة الدستورية العليا هي الحامية لنصوص الدستور، فإذا ما تضمن الدستور حقا أو نص على وضع ما، فالمحكمة الدستورية العليا هي التي تكفل بعملها ألا يتم التعدي على هذا الحق وعلى هذه الحرية. والمحكمة أصدرت مئات الأحكام الرائعة التي حمت بها نصوص دستور 71. فبالتالي احنا لا نتخوف من أن يكون هناك خطأ في التطبيق، لأن هذا أمر وارد. دائما أي نظام يسعى إلى أن يتخلص بعض الشيء من القيود الدستورية المفروضة عليه، لكن هذا القلق لا يمكن أن يتبدد إلا في حالة وجود نص في الدستور تحمي هذا النص. وتعتبر مرحلة أولى، يعني نحط المادة الأول وبعدين نبقى نشوف نطبقها. طبعا المادة بتوضع وبعد كده أي تعدي بيحدث بيكون أمام ذوي الشأن الطعن بعدم دستورية هذا التعدي، سواء كان هذا التعدي بصورة قانون صادر أو بصورة لائحة. والمحكمة الدستورية العليا هنا بتنتصر إلى النص الدستوري وبتحمي الاختصاصات وبتقضي بعدم دستورية القانون المخالف للدستور أو اللائحة المخالفة للدستور. لكن الكارثة حضرتك لو أن النص غير وارد في الدستور أصلا، فلن تتمكن المحكمة الدستورية من أداء هذا الدور ولا يوجد بديل، وهذا ما حدث. عودة للجمعية التأسيسية، يعني حضرتك أبديت رغبة وأمل يعني باسم النيابة الإدارية بشكل عام في تضمين مادة ذات صياغة محددة. ما هو الاتجاه داخل الجمعية التأسيسية في هذه يعني بشأن هذه المادة؟ احنا واثقين أن الجمعية التأسيسية كل أعضائها يدركون تماما مصلحة هذا الوطن ويسعون إلى تحقيقه، ويدركون أن تحقيق هذه المصلحة القومية للوطن بأكمله تتمثل في تلبية مطلب النيابة الإدارية بالنص عليها في الدستور. هذا المطلب في الحقيقة ليس فقط مطلب النيابة الإدارية، هو مطلب يؤدي إلى تحقيق الانضباط الوظيفي، إلى قضاء على الفساد الذي استشرف في كل المرافق العامة، وبالتالي هو مطلب قومي، هو مطلب للشعب بأكمله. من من المصريين لا يريد أن تكون هناك مرافق عامة منضبطة ونزيهة، صيانة للمال العام،
يسود العدل بين الموظفين العموميين، من لا يريد أن هذا يحدث؟ بالتأكيد لن تجد حضرتك الاثنان يختلفان في هذا الأمر، وبالتالي احنا واثقين بإذن الله تعالى بأن الجمعية التأسيسية ستنتصر للمصلحة العامة وستنتصر لتحقيق ما يصبو إليه الشعب بأكمله، وستلبي هذا المطلب بإذن الله تعالى. لكن هناك تيارات مختلفة ممثلة داخل الجمعية التأسيسية، فهل الاتجاه العام يعني بشكل عام داخل الجمعية التأسيسية هو يتجه إلى تضمين أو إصدار هذه المادة؟ نأمل هذا، نأمل أن ينتصر صوت العقل، أن ينتصر. نأمل يعني حضرتك مش ما أنا لا أستطيع أن أجزم، لكن إن شاء الله بإذن الله يعني حسب رؤيتي أنا أن هذا سيكون بإذن الله وسيتم النصر على النيابة بإذن الله، لأن هذا هو ما يتفق وتضاع الأمور، يعني المنطق. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن النيابة الإدارية هناك أكثر من 35 حكم من المحكمة الإدارية العليا على مدار 50 عاما صاغت دورها وبينت أهمية دورها، وزي ما بقول لحضرتك إلى حد أن الموظف العام ذاته هو الذي أصبح يطلب أن يمثل في التحقيق أمامها، وهذا أمر يدل على عدالتها وعلى حيدتها. يعني أبانت الأحكام في استفاضة شديدة للغاية أن النيابة الإدارية تقوم بالنسبة للموظفين بالنسبة ما تقوم بالنيابة العامة لسائر المواطنين أنها أداة لإصلاح أداة الحكم، وأنها تباشر عملها في حياد ونباهة واستقلال عن جهة الإدارة. وبالتالي العبارات ديت اللي صاغتها المحكمة لم تأتي من فراغ، إنما كانت ترجمة أمينة وصادقة لحقيقة قضائية وقانونية موجودة، بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أبانت أيضا في العديد من أحكامها الطبيعة القضائية للنيابة الإدارية. النيابة الإدارية هيئة قضائية تقوم بدور هام في إلحاق قانونية، هذه حقيقة لا تقبل نقاشا ولا تقبل جدالا. وبالتالي يعني نعتقد ان شاء الله الجمعيه التاسيسيه ستنتصر الى الصواب باذن الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده المستشار اسلامي احسان مستشار بالنيابه الاداريه، شكرا جزيلا. مشاهدينا كان هذا لقاؤنا مع سياده المستشار اسلامي احسان بخصوص ماده داخل الدستور الجديد تتعلق بالوضع العام للنيابه الاداريه.